اللاعبين هما اللي نظن باللي هما اللي راهم يحرضوا على العنف، لان بعض اللاعبين باش يغطيو بالك الضعف تاعهم، وانهم يبانوا للشعب اللي عندهم لاكرينطا وما عندهم شويه سخانه زايده. نظن هذا ما يساعدش مردوان. اللاعب اولا يكون يقتدي بالروح الرياضيه، ويعرف لي سيكونس اللي راح يكونوا بعد لو جاست هذا اللي يديره هو. انا شفنا في المقابلات الاخيره بعض اللاعبين يطالبوا من الانصار باش يديروا اشياء. نظن باللي هذه ماهيش على الانصار، فين يكونوا فاطنين، لان المناصر غدوه كون يوقع له مشكل ما كان حتى لاعب يجي يوقف معاه ولا يروح يخرجه من السجن ولا ناس. انا نشوف في مقابلات كره قدم ماذا بين الناس تروح تتفرج، تروح تتمتع رضوان. وهذه هي كره القدم. يقدر يكون فريق تاعك فايز اليوم غدوه يكون خاسر، وهذه هي كره القدم. لازم الناس كامل تتقبل. وحنا رانا كاع ولاد الجزائر رضوان. نورمالمون هذه هي كره اللي تجمعنا. تعرف اليوم واحد في عنابه، واحد في وهران، واحد في قسنطينه، واحد في بجايه. وهذه هي كره القدم. كره القدم تجمع ماشي تفرق. وان شاء الله ربي يهدينا تتفاصل. وان شاء الله نتوعاو كامل رضوان، لاعبين ولا مسيرين ولا مدربين ولا انصار ولا ان شاء الله. ماذا بينا نقعدوا توجور باش الشعب الجزائري يقعد توجور مرتاح.